اهلا بكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. برحب بضيوف الكبار اللي مشرفينا ومنورينا. كابتن ايهاب الخطيب، اهلا بيك كابتن ايهاب. اهلا بيك كابتن الف مهيب. مبروك. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي وهارد لك لجماهير نادي الزمالك. كابتن عمرو الدرديري، هارد لك. هارد لك لجماهير نادي الزمالك. مباراة كانت مهمة ومباراة صعبة. يعني أخطاء بفعل فاعل هي سبب خسارة نادي الزمالك. نادي الزمالك كان الأفضل في الشوط الأول، نادي الزمالك كسب الشوط الأول مين الفاعل وخسر ومين الشوط الفاعل؟ الثاني. طب أكمل طيب. ماشي. نادي الزمالك كسب في الشوط الأول وخسر الشوط الثاني. كسب 5 دقايق من ال يبقى 45 الماتش دقيقة. تعادل؟ أكمل المباراة. 5 دقايق من ال أكمل اللي عايز 45. أقوله. اتفضل يا زعم، اتفضل. الزمالك كسب الشوط الاول وفاز، خرج بنتيجه الشوط الاول 1-0 وكسب الشوط الاول وكان الافضل الشوط الاول وكان هو الفريق اللي له الكلمه العليا في الشوط الاول وله ال الهجمات الاكثر والاخطر والاهم على المرمى. في الشوط الثاني تحولت الدفه الى النادي الاهلي والنادي الاهلي كان افضل وكسب الشوط الثاني وكسب نتيجه المباراه. هارد لك للزمالك، جود بلاي للنادي الاهلي. نادي الزمالك سيظل نادي كبير، نادي عظيم. مباراه مش هتأثر، خسر مباراه بالفعل لكن ما خسرش بطوله. مش هينفع نادي الزمالك على طول يرمي الفوطه ويسيب يهد المعبد بعد اي هزيمه. ده كلام مش هيحصل تاني ومش هيتكرر تاني. بعض دعاة هد المعبد ومشي الناس واعمل مش عارف ايه ونهد المعبد ونبدا من جديد، ده مش هيحصل في نادي الزمالك. على مجلس الاداره. يعني حد قال حاجه ولا قال حد يهد؟ هيهد ايه وفي حاجه تتهد اصلا؟ طبعا. ايه اللي يتهد؟ في بنا بدا ما ينفعش نهد. فين البنا؟ فين البنا؟ في بنا. فين انت البنا؟ قبل المباراه مع كامل احترامي ركبه كانت بتقطع. لا مفيش. ده ما كانش مفيش اهلاوي. ده كان ما مفيش كانش اهلاوي. لا ولا لاعب في الاهلي. ده الاهلي اللي طالع عليه يقول لك ايه؟ انا ركب حديد والاهلي حديد. يا باشا ده الاهلي ركب الاهلي حديد. ده يا باشا الكابتن اكرامي والاستاذ عادل امام. عماد النحاس كان هيغمى عليه خارج. امال لو ما غمش عليه كان كسب كام يا استاذ عمرو؟ الشوط الاول كنتوا فين؟ انتوا ما كنتوش موجودين. معلش لكن انا بكلمك. بص يا عمرو، مش هينهد الزمالك لعب المعبد. 5 دقايق. هيستمر الزمالك لكن هناك اخطاء. يستمر. هناك اخطاء لابد انها تصور. يستمر. عندك مدير فني اقل من مستوى الزمالك. ده روح خلاص. ده روح. وده قلناه قبل كده. يمكن انا يعني معاك يا كابتن مهيب، انا قلت الكلام ده من فتره طويله والناس عابت عليا وقالت لي. انا اللي اعرفه ان انت قلت معايا طبعا الزمالك طبعا كبير. طبعا الزمالك يكسب. انت كنت جايب الثقه دي منين؟ وروني يا جماعه والنبي الفيديو لو سمحت. طب انا قلت حاجه. وريهم الفيديو، لازم اشوفه عشان اشوف الزمالك هيعمل ايه مع الاهلي بعد بكره. هيكسبوا طبعا، موضوع منتهي. مفيش طبعا في الكوره. الزمالك هيكسبوا طبعا، انا بقول كلام واضح. الزمالك هيكسبوا طبعا. بلاش يعني بص، الزمالك هيكسب يعني المباراه طبعا. بناء على ايه؟ بناء على الشوط الاول اللي لعبه وبناء على ادائه من بدايه الدوري وبناء على ان الاهلي اوضه اللبس فيها مشاكل كتير ودي واضحه لشاهد العيان. فده كلام مش محتاج اصلا. يعني انت رحت اوضه اللبس بتاعت النادي الاهلي وعرفت ان فيها مشاكل؟ ما شفتش بس شفت انت مخضوض ليه كده؟ مش مخضوض ولا والله حاجه. امسك نفسك يا زعم. يا الموضوع بسيط. ثانيه واحده بس. اصل ده مش جديد. احنا خسرنا مباراه ولا بنخسر بطوله. رائع. لسه في بطوله طويله جدا معاك. ومش هنهد المعبد معاك. وهنستمر والزمالك هيستمر ومكمل وهو اول الدوري. طيب. ما تنساش ان الزمالك على قمه الدوري. ماشي. مش هنهد ماشي. المعبد. ماشي. الزمالك موجود وقوي ونادي خلصت. كبير ومجلس اداره ثابت وكل دعاة الهدم مش هيعملوا حاجه. الزمالك مستمر زي ما هو. ماشي. وتغييرات بسيطه، محتاج بعض التعديلات والتغييرات. مدير فني عنده مشاكل، كلنا قلنا الكلام ده من اول لحظه. لابد من تغيير المدير الفني في الفتره الجايه. بقول لك ايه المشكله؟ لكن مش ههد المعبد ومش همشي من خلاص بقى عشان وقتك بس. خلاص بقى. بقول لك ايه، عملت ايه بعد الماتش؟ ولا اي حاجه، عادي جدا. مباراه خسرناها عادي جدا. كالعاده دي روح يعني. رياضيه. لا ما فيش حاجه اسمها كالعاده. لا كالعاده. انتوا دايما تستدعوا التاريخ لما تدخل، عامل زي الطالب او الولد اللي هو ايه. ما انت اللي كل ما حد انت اللي بتقول عادي جدا. التاريخ. انا عايزك بس. هو في حد يتغلب يبقى عادي جدا يا استاذ عمرو. يا استاذ عمرو. وجدي كان ايه؟ لا ما تستدعيش التاريخ. احنا بنتكلم في حاله حاليا. انت اللي قلت في المباراه. انت اللي قلت عادي جدا. استاذ عمرو انا عايزك هادي. عادي. انت عديت بالمواقف دي كتير يا استاذ عمرو. روح رياضيه يا مهيب. احنا عندنا روح رياضيه عادي جدا. استاذ عمرو انت الرياضه بتقول كده. هي الرياضه قالت ان اروح اعيط ولا لا 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 خالص. دي رياضه. خليك هادي. انت مريت بالمواقف دي كتير
متعود على الحاجات دي كتير. لا انت اللي متعود موضوع عليها يا بسيط حبيبي خالص. انت بقالك من يوم ما أنا جه مش جوزيه متعود جوميز انت خالص. متعود عليها. طيب انتوا طبعاً من يوم جماهير جوزيه النادي- جوميز أتكلم ولا وانتوا أتكلم؟ اعصابكم بايظه من الزمالك. خدوا ودي معايا، أتكلم. خدوا طيب. ودي معايا. اتفضل. طيب جماهير الاهلي يعني زعلانه، الماتش مزعلها جدا، كانت شايفه ان فرقتها تقدر تكسب 5 و6 امبارح، فين وما كسبتش ليه؟ وضيعوا اهداف كتيره كانت- جدا. طب ما كسبتش ليه؟ اكمل بس كلام. ما انا بقول لك ما فكانت- كسبتش ليه؟ فالجماهير كانت بتمني نفسها انها تطلع بسكور كبير، فعلا امكانياتها في المباراه. الزمالك ادى كويس 5 دقائق بالظبط كان قادر يجيب فيهم، ولو جاب فيهم جون واثنين الاهلي كان قادر على التعويض. فرقه الزمالك على يعوض مدار ازاي يعني؟ 90 جول دقيقه واثنين ويعوض. فرقه الزمالك على مدار 90 دقيقه ما جاتلاش ركنيه واحده، ما فيش ركنيه واحده للزمالك في 90 ده؟ دقيقه. ازاي يعني؟ فرقه الزمالك على مدار المباراه فاكر ما لهاش الماتش 12 نقله في المباراه. هدف النادي الاهلي جاي من 18 19 نقله. ما هو بيتكلم حسين صح الشحات رقمياً. إيه المشكلة لعب يعني؟ 3 دقائق بس باكتر من الخمس دقائق اللي اتلعب فيهم. 3 دقائق قدر يغير المباراه ويحول المباراه ماشي. ويؤكد ان قدرات لاعبي الاهلي في حته تانية خالص. ايه القدرات؟ يعني انت لو طلعت مغلوب في المباراه كنت هتقول نفس الكلام ده؟ هتغلب كنت هتغير الكلام. مفيش لا هزيمه ولا حاجه، احنا بنترجم بس هو ما ارقام. اتغلبش. دي لغة هو ما اتغلبش، أرقام. لا دي اخطاء لغة مدرب، أرقام. اخطاء تكتيك، لغة اخطاء مدرب أرقام. دافع. طب عايز اقول لك حاجه، لو الجهاز الفني في النادي الاهلي كان نزل الملعب بعدلته وحسين موجود من الاول وعبد القادر وديانج، في حصان ما اسمه عملش ليه ديانج. كده؟ هو ما ديانج عملش ليه كده؟ ماشي، ما عملش ليه كده؟ عادي، ما هو حظه بقول لك ايه يا يعمل اللي هو عصام؟ عايزه. يعني لا، ثواني حاجه بس. غريبه ثواني. يقول لك هو- اصل الاهلي كان معلش، ممكن معلش، يكسب، معلش، طب ما كسبش معلش. ليه؟ اللعيب- لما كان أنت يقدر يكسب حضرتك- 5 6 طب ما حضرتك كسبش قلت ليه؟ ان المهاجم حد قال له لا؟ حظه وحش. احنا رفضنا ان الاهلي حظه يجيب جول. وحش. ما جابش ليه؟ حظه وحش، حظ حاجة- الاهلي وحش امبارح. لو الاهلي حظه حلو ده الاهلي كان حظه خرج حلو الستة. اصلا ان اتحسبت له هو ضربه جزاء. اللاعب البرازيلي يا استاذ عمرو، انت شفته امبارح جه المباراه؟ مين لاعب البرازيل؟ خوان جه امبارح ده المباراه؟ نسيه اه ده انت نسيه نسيت اللعيب؟ انت لا، ما نسيته ولا ما ايه؟ بقاش فيه. ده مين؟ انت لا لا ثواني. قال لك مين لاعب برازيلي؟ ثواني، انت قلت ايوه. مين اللي هيمسك ده؟ اه انا عايز اعرف مين اللي هيمسك الفين. طبعا. مين طبعا. بقول لك ايه؟ سبعات وثمانيات. طب فين سبعات ده؟ فين؟ ده الاهلي ساب فين؟ امبارح طب أنا لوحده. عايز أسألك سؤال. ما حدش مسكه. مين اللي ما حدش شفت ديانج؟ يا راجل ده شفت كان الحصان يا الأفريقي؟ راجل ده كان ما شاء الله. حصار عليه. ده تقول لي ما لعيب حدش مسكه؟ حصار منين؟ ده طب هقول لك كوكا على ما كانش حاجه. بيطلع من طب هقول لك قاعد على حاجه. جنبه. خلال ال 98 دقيقه لمس الكوره كام لمسه؟ حضرتك قول لي كده وانا عندي الاجابه. يا باشا ثانية. لمس الكوره ثانية كام واحدة لمسه؟ بس. مش رقص. لا ماشي. لمس الكوره ماشي. كام لمسه؟ لمس الكوره قليل ماشي 3 ده ما جاش. ماشي ده لمسها ايه؟ لا بس لا. بس لمسه بمعلمه. فين؟ لمسه كانت بجون. هات لي لمسه. اللمسه اللي لمسها كانت بجون. هات لي لمسة. فاول المباراه اللي ضيعها ناصر هي اللي ضيعها دي بتحسبها جون؟ ما هي لمسه مش دي كانت ده احنا يا اسيست استاذ منه. عمرو اسيست ايه؟ ودي انت عدي بتحسبه دباغ اسيست؟ برضه. اسيست على كرة بره؟ عدي الدباغ يا دي. باشا انا بسالك سؤال. هي ما هو حسين الشحات لمس 4 5 بس ده حسين مؤثرين. الشحات رجله ده. مؤثرين. عايز اقول لك ما هو ده ده لعيب بقى مصري، ما تقوليش لا اصل برازيلي واصل ده اللعيب البرازيلي. نزل في 3 دقايق. 3 حسين الشحات دقايق. غير الدنيا خلاص كلها. مفيش بس لعيب طبعا تقيل. حسين لعيب الشحات انا تقيل. قلت قبل كده ان لعيب كويس جدا. مين بقى؟ ولعيب محترم. مين بقى يا كابتن؟ بس ده بيؤكد مين إنك بقى أنت- كان يقدر يمسك انت جبت حسين؟ زيزو ليه لما بتلعب حسين زياده الخير خيرين. لا، احنا ده قلنا لعيب ان تقيل حسين الشحات وده لعيب اتظلم. يا تقيل. باشا معناه ده اتظلم. وانا اللي قلت إحنا- في البرنامج على هنا اكتر فكرة من كذا مش مره. معنى ده الكلام اللي احنا قلناه لا، قبل لا، كده لا، ما ان دي صفقات الكيد اللي انتوا عايزين مفيش حاجه تعملوها. بعد اذن حضرتك عايز يا أستاذ تضعف عمرو. نادي الزمالك. يا استاذ عمرو مش هتضعفه. لا توجد مش صفقات كيد هتضعفه. خالص. ده لعيب عقده خلص راح الحته. زيزو حقق حلمه باللعب للاهلي. حلمه طبعا حلمه. حلمك يا هو شيخ الراجل اللي علام. بيقول كده. يا راجل انت حرام شفت عليك. الاحتفالات اللي عاملها؟ شفت امبارح زيزو بيحتفل ازاي وامام؟ تحس ان هم مولودين في الاهلي. يعني زيزو ده وامام لو اقنعتني اللي هم لبسوا تيشيرت الزمالك انا ما صدقش. تحس ان اللعيبه دي صحيح مولوده في النادي الاهلي. صحيح لان احتفالات وفرحه بص يا وحاجه أنا بص بس- جميله. يا عم انتوا يعني بتحبوا بص التمثيل يا جماعه يعني- بس انا عايز اقول اتفضل، بس حاجه اتفضل. عشان اللقطه اللي جت بس امبارح. هم بيحبوا التمثيل. عشان اتفضل. كان معايا حسين الشحات امبارح النتيجة لاول مره طيب. اكلم طيب. حد على الهوا. طيب. حسين طيب. الشحات هو العريس. اللقطه اللي حسين الشحات مسك فيها الشنكار وكان بيبوس طبعا. كان بيبوس ولاده. ايوه ولاده هم التميمه طبعا. واخد بالك طبعا. اللي كسبت ربنا الاهلي يحفظهم لك يا امبارح. كابتن حسين. ربنا يخليهم لك يا سحس. ودعاء ربنا يخليهم لك الحاجة. يا سحس. ودعاء الحاجة. حسين الشحات لعيب كبير ولاعيب بقول لك ايه، ممتاز مين كان ولاعيب- يقدر يمسكه؟ بس ثانيه واحده هو مين كان سمعنا. يقدر يمسكه؟ هو ثانية سمعنا واحدة. معانا. مين كان يقدر يمسكه؟ طب عايز اعيب عليه في حاجه اقول لك ملاحظتي عليه. حسين هو الشحات- هو عليك ملاحظات؟ حسين الشحات امبارح عليه ملاحظات؟ حسين فوق الملاحظات. اتفضل يا استاذ انت عمرو. عايز تابوهات وخلاص. مفيش تابوهات يا استاذ عمرو. حسين الشحات لعيب كبير ولعيب محترم وانا شخصيا ايوه من الناس بس اللي هو بحبها. اتظلم للامانه. اتظلم في عدم اللعب الفتره اللي فاتت. بصراحة انا ما هتصدق ان الاهلي هيسيبه وعلى والاهلي هيمشي فكرة، والكلام ده. عشان تعرفوا قيمه حسين الشحات.
قيمه حسين الشحات مش ان هو اتظلم، لا ان هو يا لما مهيب بينزل لعيب جاي لك عايز بيأدي. الاهلي، لعيب بجد والله. مضحي. على لعيب فكره يا عمرو انا قلت الكلام عمره ده ما طلب جنيه من خلال الاهلي شهر. يا مهيب. وانت عارف الكلام مهيب ده. حسين الشحات ضحى بملايين في الخليج عشان يجي الاهلي. أيوة. برضه كان عنده حلم وحققه. حسين الشحات عمره ما اشترط على الاهلي في طب تجديد. أقول الملاحظة ولا اخر مش عايزين حاضر تسمعوا؟ اخر تجديد ليه كان راح مع الحاجه والدته، امضي يا ابني، احنا ما بنشترطش تاني يا على النادي جماعه الأهلي. هو ده لما حسين الشحات. الشحات اللقطه جت عليه وقعد يبوس كان بيبوس ولاده. كان بيبوس ولاده، ودي حاجه وصورة الشنكار بننفرد موجودة بيها. على فكرة، عليها بننفرد أسرته بيها. صورة والله؟ الشنكار موجودة. طيب. عشان انا بس الصورة موجودة، لو الشباب يجيبوها لنا موجودة يا صورة باشا، انت الشنكار. استاذ تبرير بررت. بقول لك ايه، طب الزمالك هو احنا هيعمل ايه؟ بنبرر؟ بس يا احنا أستاذ بنقول عمرو، الزمالك انا هيعمل بقول إيه؟ لك عندي ملاحظه بقول على لك كابتن فرقة حسين القادم الشحات. إيه بقى؟ يا أستاذ عمرو هو معلش. لعيب كبير. اديني راجل جديد. حسين الشحات اخطا لما راح لالفينا او خوان وعمل له كده. دي ما أنا امتى دي؟ انا ما معلش شفتهاش. معلش انا رافض إمتى- اللقطه دي. إمتى- لأن بص. حسين الشحات بص. لعيب كبير، لعيب محترم. امتى طيب؟ يا أستاذ والله ما عمرو، شفتها. يا أستاذ عمرو، شفتهاش. لو عمل كده يبقى غلطان، بس ما تاخدش لقطة تجتازلها من سياقها. اولا لقطه مش مضمونه صح ولا غلط. أنا ما أعرفش. والله ثانيا ما شفتها. في لقطه ماشيه على النت اللي هو يعني بيتنمر على خوان 2000. اولا لازم تبقى الدنيا واضحه، اللقطه كلها جايه كامله، ما ناخدش حاجه ونختزلها. طيب. حسين اكبر من كده وما بيعملش كده، انا مش ببرر. ما بيعملش كده. امال مين اللي عمل مع الشيبي؟ كنت لا أنا. يعني معلش، لا، الشيبي لا، ده لا، قصه مش عايزين ثانيه. نخش في بقى. ما انا بقول يا أستاذ لك. عمرو، الشيبي ده قصه ثانيه. يا طيب باشا انا بقول لك حاجه حصلت. انا لا وقتي خالص. خلص، انا وقتي خلص وجري. انت الله يسامحكم. ايه اللي جاي يا عمرو بقى؟ ايه الجديد اللي هتقوله لنا ان شاء الله؟ الجديد ان فرقه الزمالك مش عايزه تنزل التمرين غير لما تاخد فلوسها. ما فيش الكلام ده. انا بقول لك حاجه، انا جايبها من قلب فيش قبل ما اجي اهو. الكلام ده. فرقه الزمالك ولاعيبه الزمالك مش عايزه تنزل التمرين غير لما تاخد فلوسها. يلا اديني الجديد. الجديد ان الزمالك هيبقى في بعد، بس مش بعد المباراه اللي جايه مع غزل المحله، لا بعدها مؤكد ان هيكون في تغيير للجهاز الفني. انا بقول لك اهو مجلس الاداره هيقعد وهيكون في تغيير للجهاز الفني، لكن بعد التوقف اللي جاي. طيب الزمالك بقى ايه بقى وضعه؟ الزمالك مستمر، الدنيا ماشيه، ما فيش اي مشكله خالص. دي مباراه في كره القدم، متفائل. 3 مركز نقط. تاني، مركز هيكمل والمنافسه ما زالت تاني طويلة. تالت ولا ايه؟ الزمالك اول ان شاء الله. الزمالك ثالث الزمالك اول ان شاء الله. يعني بعد صفوه، بعد الزمالك الاول يعني. بعد صحوه الزمالك هياخد الدوري السنه دي؟ ياخد الدوري دي لسه بعيد اي حد. ما عندوش ثقه، مش واثق. لا مش انت بتقولي واثق الاول مش واثق. كان بيقول لك طبعا هنكسب الاهلي، جه دلوقتي قال لك ايه؟ لا ما مش هقدر اتكلم، الدوري بعيد. الدوري لسه اتلعب، الدوري لسه بعيد، 9 جولات فقط. الدوري لسه بعيد، لكن انا بقول لك بعد لعب 9 جولات. الاهلي لعب 8. اقول لك مين هياخد الدوري بعد 9 خلي بالك الاهلي لعب 8، يعني الاهلي لو لعب جولاته كان زمان هو الاول كعادته على الدوري. بعد صحوه بيراميدز الزمالك يقلق عشان يرجع المكان. بلاش التابوهات اللي بتقولها فين التابوهات يا دي تابوهات. شكرا ليك كابتن ايهاب، شكرا لحضرتك وشكرا للاستاذ عمرو. مش عايز جماهير الاهلي تزعل اللي كانت عايزه هارد لك يا كابتن عمرو يا درديري، وما تقولش طبعا تاني ابدا. اوعى تقول طبعا. طبعا برضو انت غاوي بقى. طبعا نفسي اعرف الثقه ان شاء الله نقعد في اخر الموسم وهقول لك طبعا. طيب انا نفسي اعرف الثقه دي بتجيبها عندنا ثقه باذن الله. طول ما الاهلي بيلعب عندنا ثقه ما في تقولش غير الزمالك. لما الحكم يصفر مع صفاره الحكم. شكرا ليكم اعزائي المشاهدين، اشوفكم غدا حلقه جديده من اللعيب على MBC مصر. الى اللقاء.